انا مخطوفه ما والو. انا اللي بغيت نرجع عند راجلي بزاف في الدوار، وبغيت نجمع بنتي ونجمع داري. بركه هذاك الشيء اللي داز عليا، بركه عليه. تحيه كبيره لكم اخواني المتابعين اينما كنتم. نزولا عند رغبه المتابعين ديالنا العزاز اللي كيتابعونا على قناه مصلعه اللي معروفه بالمصداقيه وتنوير الراي العام، حنا مازالين متبعين ملف ديال سعاد الزهريه بنت مدينه زاكوره. سعاد اللي اختفت في ظروف غامضه، سعاد اللي القصه ديالها الصراحه قنبلات بهذا المفهوم هذا وسائل التواصل الاجتماعي. شفنا في اخر تصريحات ديال الام ديالها والاب ديالها داوود كيقولوا بان البنيته ديالهم اختفت. في مشات سعاد اللي اختفت صراحه عن الانظار وما عرفناش الجميع فين مشات. لكن اليوم اخوتي وكيشفنا الجميع فيديو اللي تداول على اليوتيوب ديال سعاد اللي بانت اخيرا وخرجت وبانت يعني وكشفت، قالت لك سيدي مجموعه ديال الحقائق وطلبت الشرع من الصحفي حميد العقاوي ومن اليوتيوبر باش ما يبقاوش يدويو عليها. اللي بغي نقول لك انا سعاد نجاوبك بان اليوتيوبر والصحفي حميد العقاوي باغيين يوصلوا للحقيقه. كنت انت السباقه انك خرجتي ودرتي واحد الفيديو اللي مازال يتداول على السوشيال ميديا، فيديو اللي كشفتي فيه حقائق خطيره او بالاسماء، كشفتي او اتهمتي اشخاص بالاسماء. اذا كيف يعقل انك تخرجي في هذه الوقيته هذه وتكذبي وتنفي كل شيء بحال اللي ما كاينه حتى شي حاجه؟ والفيديو ديالك شاهد على ما نقول، يعني حنا ما كنكذبوش، حنا ما كنعرفوا لا فقيه ولا فقيهه ولا مشعوذ ولا فلان ولا فرتلان، حنا نحلل ونناقش كلامك وما عندنا حتى شي عداوه مع اي شخص كان. ولكن الخروج ديالك في هذا الوقيته بالضبط والظهور ديالك في هذه القناه بالضبط وكانك كذبتي حميد العقاوي وكذبتي اليوتيوبر اللي صراحه كنوجه لهم تحيه كبيره، وهما مناضلين واقفين على هذا الملف هذا، كيهضروا كيبحثوا وكيناقشوا كيحطوا النقط على الحروف، كيكشفوا الحقائق ديال هذه القضيه ديالك. مع ان لا اناقه او لا ناقه ولا جمال في هذا الملف هذا، ولكن الجميع يجري وراء الحقيقه من اجل كشف الحقيقه وتنوير الراي العام. خرجتي في هذا الفيديو هذا وانت كتهمي الاخ ديالك بانه هو وراء هاد المشاكل اللي وقع عليك. مثلا علاش ما تهمتيش في المره الاولى فاش خرجتي في الفيديو؟ علاش ما تهمتيش في برنامج سمير الليل؟ علاش ما تهمتيش في عده لقاءات سابقه وخرجات اعلاميه سابقه؟ علاش ما تهمتيش الاخ ديالك؟ شنو واقع ليك؟ واش بصح كيف ما يقال ولا كيف ما يروج انك تشريتي بالفلوس وسدوا لك الفم ديالك وخرجتي بهذه الخرجه او بهذه الاطلاله وانت صفراء الوجه، صفراء اللون ديالك لا علاقه ليه باللون الاصلي ديالك؟ علاش؟ واش بعتي الماتش؟ شحال شديتي ديال الفلوس؟ شحال عطاوك؟ شحال دخلتي؟ قري شحال عطاوك ديال الفلوس؟ اولا انت تحت التهديد، خايفه لو ان العينين ديالك كيمشيو في هذه القضيه ديال الخوف وانك مهدده. ولكن في هذاك اللايف كان ممكن انك تفجري الحقائق، كان انك تقولي كل شيء، وخوتك المغاربه كل شيء كانوا كيتفرجوا فيك في ذاك اللايف. ديك الساعه حتى شي حاجه ما غتخفى، حتى حاجه ما غتخبى، حتى شي حاجه، الحقيقه ديال بصح اللي المغاربه كيستناوها بفارغ الصبر. حنا ما نعرفوش الزوج ديالك، ما نعرفوش الفقيه وما نعرفوش فلان، ولكن حسب ما قلتي انت المغاربه ضامنوا معاك وتعاطفوا معاك. ديك القصه الخرافيه الخياليه اللي قلتيها، وفعلا لان مجموعه ديال المتابعين كيقولوا لي داك الشيء غير كذوب، داك الشيء غير خرافات، داك الشيء ما كاينش. ولكن الاغلبيه 90% ولا 99% صدق القصه ديالك وتعاطف مع القصه ديالك وبقيتي فيه، وبقى فيه كذلك الابن ديالك عمر اللي قلتي له انه عادي، كاين حتى شي مشكل،
هانيه ما عطيتيناش بهاد الامور، بينتي البنيته ديالك اللي ولدتيها مع الزوج الجديد ديالك، ولكن ما وضحتيلناش كيفاش طلقتي من الزوج الاول وتزوجتي بالزوج الثاني، كي درتي ليها؟ كيفاش قريتي الفاتحه انت وهذا السيد هذا وانت مازال على ذمه ديال الراجل الاول؟ كيفاش درتي العقد الزواج في العيون؟ كيفاش طلقتوا في مراكش؟ وعلاش كتهمي الوالدين ديالك بانهم هما السباب؟ كتقولي لا ياخذ فيهم الحق. علاش قلتي هذا الكلام بحال هكا؟ علاش لمحتي هذا الكلام بحال هكا بليتو؟ علاش؟ كاينه ان انت مطالبه من عند المتابعين، لانك دخلتي انت اللي جيتي عندهم، ماشي هما جاو دقوا عليك في الباب وقلبوا عليك ونشروا التصاوير ونشروا الحقائق. انت اللي خرجتي عند المتابعين السوشيال ميديا وخبرتيهم بالحقيقه، فانت مطالبه ايضا في هذه الوقيته هذه انك تخرجي وتوضحي للمغاربه شنو المشكل، وعلاش قلتي داك الكلام، وعلاش درتي في الام ديالك ودرتي في الاب ديالك. نعم حنا نعلم جيدا على ان الاب ديالك وعلى ان الام ديالك طمعوا كانوا باغيين الفلوس، باغيين الكات الكحله، كانوا باغيين الرزق، باغيين الاموال، باغيين الكنوز، باغيين الذهب، ولكن الزوج ديالك فاجئهم، فقط عطاهم موطور اللي ما غاديش يسوى حتى 10000 درهم، موطور عادي ديال 3 الروايض. هذا هو اللي عطاه الاب ديالك باش يبقى يخدم ويمشي يخدم على راسو ويعري على كتافو، ولكن الاب ديالك رفض هذا الشيء هذا، ومن تما تقلبوا على الزوج ديالك. علاش هذا الشيء هذا ما كتصرحيش به؟ علاش هذا الشيء هذا ما كتحطيش للراي العام؟ علاش هذا الشيء هذا ما كتحطيش للمتابعين؟ متابعي هذه القضيه هذه داخل المغرب وخارج المغرب يطالبون سعاد بتوضيح اكثر بالتفصيل فيما يخص هذه القضيه هذه، ونطالب نحن بدورنا التدخل العاجل للفرقه الوطنيه في هذه المساله، لان الفيديو الاصلي القديم مازال عندنا والفيديو الجديد مازال عندنا، وإلا قررناهم جوج بهم لا علاقه، وكأن هذه السيده هذه ما هي هذه السيده اللي كتدوي في الفيديو هذا. وحق الله كتشوف هذه السيده هذه وكلام ديالها مع هذه السيده هذه وكلام ديالها، ما كاينش تطابق، ما كاينش شي صله توصل بيناتهم. علاش شنو الحلقه المفقوده؟ وعلاش كتهمي الاخ ديالك بانه هو السبب اللي تسبب لك في هذا الشيء هذا؟ وعلاش كتحذري حميد العقاوي انه يبعد ناد ملف هذا؟ واش ناس اخرين اللي قالوا قولي هذه الهضره؟ واش انت تحت التهديد؟ واش بعتي الماتش؟ مجموعه ديال الاسئله الصراحه. الراي العام كيطالب بالمعرفه ديالها، ومن حقنا جميع كراي عام كمتابعين نعرفوا نفكوا اللغز ديال هذه القضيه هذه اللي صراحه ضرتنا في راسنا من الناس. حنا ماشي كندوب عليك غير هكاك وصافي، حنا ضمنا معاك وتعاطفنا معاك وبغينا نعاونوك، بغينا نوصلوا الصوت ديالك. الا ما كان الصوت ديالك ما وصلكش في 2017 الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل حميد العقاوي واليوتيوبر وصلنا الصوت ديالك. فعوض ما تخرجي وتشكري اليوتيوبر وتشكري حميد العقاوي وتحمدي وتشكري الله، فانت خرجتي كتضربي فيهم. الملف ما غاديش يسالي حد هنا، والمسلسل ما غاديش يسالي حد هنا، ولا لنا قصص ولا لنا حكايات ولا لنا حلقات قادمه في هذا الملف هذا، وما غاديش نسكتوا، بالعكس غادي نزيدوا نحاولوا نكشفوا خيوط ونفكوا لغز ديال هذه القضيه هذه. سعاد الزهريه من مدينه زاكوره. تلاقاو معايا في فيديو جديد اخوتي، وغادي يكون جديد ان شاء الله عندكم. السلام عليكم.